اللي قطعتها دي الوش بون، لما واحد ماسك العظمة ويقطعها علشان يعمل أمنية، ودي معظم الناس اللي بيعملوها. يعني ايه؟ يعني انت كل يوم بتقول انا نفسي اعمل كذا وكذا 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 وكذا، وبعد كده تيجي في الاخر على مفيش مجهود بتعمله. وده بالظبط اللي حصل معانا في حالة من الحالات لما جالنا، وبعدين الدكتور كان بيقول له انت بتتمنى تعمل ايه؟ قال له بتمنى يبقى عندي عربية ويبقى عندي فلوس في البنك ويبقى عندي شغل كويس ويبقى عندي تجارة حلوة. بقالنا شهر ما بنسمعش في الحالة دي ولا الجلسات بتاعته غير كل الكلام ده، لغاية ما جه ميعاد نعمل ميتنج لتحليل الشخصيات. وسألت السؤال ده، هو ليه الشخص ده دايما بيجي علشان يقول لي كده ويقعد يتمنى عشان يقول انا نفسي ونفسي ونفسي وما بيعملش حاجة؟ السوبرفايزر بتاعي دكتور قال لي اصل في فرق كبير جدا ما بين الوش بون والباك بون. ايه هو الفرق؟ الوش بون ان انت بتقول انا نفسي اعمل وتصبحوا على خير، يا رب انجح وهروح انام. لكن الباك بون اللي بيقوم من النوم الصبح وحاطط قبل ما يكون نايم بالليل حاطط كل احلامه وكاتبها، وتاني يوم بيقوم من النوم بيعافر علشان يوصل لها، ويوم ورا يوم بيجمع نقطة ورا نقطة وبيكسب نقط في حياته زي الجيم. النقط دي بتتجمع في الاخر وبيبقى ايه؟ بيبقى كسبان في الاخر طريقه. وهو ده اللي بيحصل لما قريت اخر ريبورت بيتكلم عن ليه البني ادم ما بيحبش يكمل طريقه للوصول للحياة. معظم واغلبية الناس على مستوى العالم كده، ما عدا الليدرز او القائد او اللي عنده شخصية القيادة. لقيت في بحث بيتكلم على ان في الكومفورت زون ما بتقدرش تطلع منها، لان انت في وراها مخاوف. خايف تفشل، خايف ما تحققش حاجة، خايف تمشي في الطريق لوحدك، خايف. المخاوف دي لو انت طبقت حاجات على نفسك وعملت مجهود، كل المخاوف دي بتروح لما تخش في مرحلة الليرنينج او مرحلة انك انت تكتسب حاجة جديدة في حياتك. هتبتدي تحس ان انت استعدت ثقتك بنفسك، وتحس ان انت مهاراتك اثقلتك بالاكسبيرينس. بعد كده بتقدر توصل لاهدافك. وهي دي الخطوات او المراحل اللي بيعدي بيها البني ادم لو بجد عايز يوصل لحاجة. خلي بالكم، الكومفورت زون والفيرس او المخاوف لو انت كسرتهم هتقدر تكسر الحدود وتمشي وتوصل لغاية هدفك، وهو ده مربط الفرس. شكرا، سلام عليكم.